الأمان شعور بيدور عليه كل إنسان. بيدور إزاي يعيش مطمن، مش خايف من بكرة. بس السؤال بقى، إمتى بتقدر تحس بالأمان؟ هل بتحس بيه في بيتك وإنت وسط أهلك، ولا لما يكون معاك فلوس أو سلطة؟ طب فكر معايا كده، لو لا قدر الله في أي وقت من الأوقات فقدت حاجة من دول، أو لو أنت كشخص عمرك ما امتلكت حاجة من الحاجات دي في حياتك، لا عمرك امتلكت بيت، وعمرك ما كان ليك أهل، ولا كان معاك فلوس أو سلطة، هتقدر تحس بالأمان إزاي وإنت فاقد لكل الحاجات اللي إنت فاكر إن هي الأمان؟ ده هيخلينا نفهم إن تعريفنا للأمان كان غلط من البداية. الأمان عمره ما كان في الأشخاص أو في الأشياء اللي حواليك. أمانك الوحيد هو ربنا عز وجل. دايما كنت بردد الجملة دي وقت ما أحس بفقد أو حزن أو ضيق: من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. لو ربطت أمانك بشخص أو بشيء، مهما كان مكانة الشخص ده عندك أو قيمة الشيء ده بالنسبة لك، فبمجرد ما هتفقده أو الشخص ده يقرر هو نفسه إنه يبعد عنك، حياتك كلها تنهار، لأنك ربطت مفهوم الأمان بيه. لازم يكون مركزك ومحور حياتك في الدنيا هو الله، عشان تفضل محافظ على استقرارك واتزانك في الحياة. ساعتها هتقدر تتعامل بهدوء وباتزان مهما حصل في الدنيا حواليك. ممكن تزعل لو فقدت شخص عزيز عليك، أو حاجة غالية عليك راحت منك بعد سنين من التعب. ده شيء طبيعي إنك تزعل، أنت بشر. لكن زعلك هيقل ويختفي مع الوقت، وهتستعيد نفسيتك واتزانك بسرعة، وهتعرف إن اللي راح منك ربنا قادر يعوضك عنه ويديك اللي أحسن منه. أنت مع ربنا في أمان، أنت مع ربنا مطمن. ولو كل الناس سابوك، ولو خسرت كل حاجة، فأنت برضو في أمان. زي ما رزقك بكل الحاجات الحلوة اللي كانت في حياتك، يقدر يرزقك باللي أحسن منها. لو فهمت المعنى ده حقيقي وطبقته في حياتك، ساعتها مهما حصل في الدنيا حواليك، ومهما الدنيا عكستك، ومهما الناس ضايقتك، عمرك ما هتفقد اتزانك، عمرك ما هتخاف. طول ما انت مع ربنا حياتك أكيد أحلى.